السلام عليكم، عاملين النهارده ايه الاخبار؟ زي ما شايفين كده الجو حلو النهارده الجمعه بقى والويك اند وكده، فهننزل بقى مع فريقنا وكسر الدنيا وهنعمل دوره كده على الضيق، وان شاء الله انتوا تنورونا. الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا هنا في ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمه الاسبانيه مدريد، وفي اطار مباريات دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليج لموسم 2018 2019، اللقاء الذي ياتي في اطار اياب الدور 16 ما بين ريال مدريد صاحب الارقام القياسيه 13 لقب في هذه البطوله الثلاث سنوات الاخيره امام اياكس صاحب 4 القاب، ولكن اياكس يبحث عن الماضي، يبحث عن الانجازات. المجموعه اللي ضمت كل من روما وفريق نادي فيكتوريا بيلزن. اول محاوله 4 دقائق، هنا الكرات العرضيه، فرصه هدف وراسيه هنا من جانب فاران، ترتطم الكره في القائم. اول فرصه واول محاوله وراسيه من فاران ترتطم في القائم، وريال مدريد امامنا هنا في محاوله استعاده الثقه والوصول طبعا النتائج اللي تحقق له لقب هذه البطوله 4 مرات وحل وصيفا في مرتين. هذه فرصه التسجيل وهدف اول، هدف اول هنا ياتي عن طريق نجمنا النجم المغربي حكيم زياش. حكيم مفيش زيك يا حكيم، مفيش زيك يا حكيم في اللقطه الماضيه. حكيم يشعلها ويولعها امامنا هنا في هذه اللقطات. يا ولد حكيم زياش سجل في لقاء الذهاب. شوف امامنا هنا توني كروس الكره، وامامنا فينيسيوس. ريال مدريد في موقف صعب، الملعب اللي اصبح عوده للاعب توني كروس اللي كان سبب في الهدف. المراوغه الاولى والثانيه ضاعت، الاولى بس في ال7 نقاط وتلقى في شباكه طبعا 3 على التوالي. والنهارده امامنا هنا في لقاء الثلاثاء يتقدم اياكس من شهر اكتوبر، وادي التسديده الى خارج الملعب. كريم بنزيما 60 هدف حققه في دوري الابطال، اصبح رابع الترتيب. هنا محاوله مره ثانيه، تمريره وفرصه، مش ممكن ماذا يحدث في ملعب اللقاء. نادي اياكس في هذه اللحظات ياتي بالهدف الثاني في الدقيقه 18 عن طريق اللاعب ديفيد نيرس. امامنا هنا البرازيلي اللي بيضعها وسط شوارع في دفاع فريق نادي ريال مدريد. ماذا يحدث في هذه اللحظات؟ ياتي الهدف الثاني، وهدف يعني بهذه الكيفيه بهذه الطريقه ان ريال مدريد في مول واحده ثانيه وانطلاقه من جانب اللاعب فان دي بيك، ولكن المره نيرس وممكن ثالث، ممكن الامور تتازم ونيرس يضيع نيرس الاضافي وركلات الترجيح. لكن لسه اللقاء لم ينتهي بعد. هنا الصراع امام سيسكا موسكو في اطار مباريات المجموعات. هذا ضيع اللاعب نيرس وضيع تادش منذ لحظات، وادي امامنا هنا تدخل مع فينيسيوس جونيور ويستحق عليه الانذار. 6 لاعبين مهددين النهارده في مباراه اليوم بالغياب، منهم امامنا هو اللي هيغيب عن اللقاء اللاعب نصير مزراوي، اللاعب اللي امامنا هو اللاعب المغربي ضمن الاسماء ال6. هو وداني بليند فتره صعبه، وسجل 7 اهداف في الدوري، مسجل 3 اهداف في هذه البطوله. جاريس بيل اضطراريا مكان الفرصه امامنا هنا لمزراوي اللي سجل في كره زياش، جايب هدف جميل في اللقاء. ادي تادش فرصه هدف ثالث في هذه اللقطه. هنا نجم من نجوم اللقاء دوسان تادش يسجل الهدف الثالث. اي هدف، اي روعه، قذيفه واي قذيفه لم تكون رصاصه الرحمه، بل هي قذيفه الرحمه اللي قد تقذف بالمدرب سولاري يعني الى خارج نادي ريال مدريد. بص الروح والقتال، بص شوف الكره طلعت الكره دي طلعت على فكره، الكره دي طلعت ليس هناك جزء ملامس الى جاريث بيل، ومن الشمال ولا باليمين ولا بالشمال. والنهارده جاريث بيل كله يمين النهارده. وضح الكره، ادي امامنا مرور من جانب ريجونون. هل يفعلها الريال؟ يفعلها الريال ويسجل امامنا اسينسيو. يسجل اسينسيو في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه عشان يقلص الفارق الى 3-1 امامنا هنا في الدقيقه 70. هل هينجح ريال مدريد يعمل رومنتادا في ملعبه في هذا فتحي؟ ايه رايك في ماتش النهارده؟ ماتشين يعني حاجه. انا جبته. جول
اسيستات كل الاجوان انا اسيست كل الاجوان انا اسيست. معانا الكاميرا مان كابتن محمد سامي السونيور بتاعنا. الحمد لله الحمد لله. شفت انت التفشيل بتاعنا اول قناه العالي فين محمد نصر يا اسطى الله يسلمك. حتى يمين والنبي يا كابتن. تعمل ايه يا ابني؟ لا انا راجع والكوره عكس اتجاهي وانا ما عرفتش اعمل حاجه ولا لقيتك جاي ناحيتك قلت خلاص في مسافه ثانيه. الماتش الجاي نكسبه. الماتش الجاي الحمد لله خدنا الدوري يا جماعه. طبعا من فضلكم تشجيعكم جميل. وانا طبعا كابتن زودي طبعا رئيس الدفاع قلب الدفاع. تعالى ابو خالد ده طبيب الفريق. انا الراعي بس يا عم انا مشجع. نورتونا يا جدعان. تالت فيديو ان شاء الله اشوفكم قريب. يا رب الصوت يكون واضح بس عشان لا المرات بقى الصوت واضح يا جدعان. يلا السلام عليكم.